اخبار حضراتكم ايه؟ الفيديو ده يمكن ملوش اي علاقة بالمحتوى اللي انا بقدمه، انما لقيت انه من الواجب عليا بما اني وصلت المعلومة تخص شيء لازم اقوله، وبالذات لو كان موضوع خطير زي اللي هكلمكم فيه. الفيديو لو ما كملش هعمل له جزء تاني. بقالي فترة متابعة ترند شوكة، زي اي حد بيتفرج على ترند موجود وهو بيسكرول كده فبيشوف فيديوهات. كنت بشوف فيديوهات عن ان ناس بتستخدم الشوكة لعلاج الشيب، وكل واحد استخدم الشوكة يقولك ده جامدة جدا وعملت نتيجة. وطلع للموضوع 60 بني ادم بيقولوا ان هو صاحب الاختراع ده، هو صاحب هذا الاكتشاف. المهم، بعد فترة او من فترة تواصل معايا احد الاخوة من احدى دول المغرب العربي، وحكى لي موضوع خطير جدا يخص قصة الشوكة دي. قال ان هو تقريبا في سنة 2021 اكتشف بالصدفة ان الشوكة بتعالج الشيب، وبعد فترة من استخدامه للشوكة حصلت عنده حاجات كده غريبة، حاجات روحانية باطنية غريبة. وقال لي انه اكتشف ان القصة مش في معدن الشوكة، القصة في شكل الشوكة اللي بتشبه عصا الشيطان. وقال لي انه هو مش عايز يكشف عن شخصيته، مش عايز يتكلم في الحكاية دي، فقال لي حاولي تحذري الناس وتنبهيها للقصة دي. فانا يعني بقول لكم خلي بالكم، الحاجات دي ممكن تكون مضرة روحانيا، وربنا يسترها على الجميع، ربنا يسترها على الجميع. العيب